طبعًا كشري أبو طارق غني عن التعريف، ورؤساء كتير وأمراء كتير ومسؤولين كتير على مستوى العالم لمّا بييجوا مصر لازم ياكلوا من كشري أبو طارق، فهي جات عليَّ يعني لحد دلوقتي ما كلتش منه. أول حاجة بيعملوها إن هُم بينزّلوا لنا 3 أطباق بالأحجام اللي عندهم، أنا نظرًا لإني مريضة قولون عصبي للأسف فخدت طبق صغير، وده سبب من أسباب إن أنا أصلًا مش باكل كشري. فده طبق الكشري، على فكرة حجمه حلو جدًا. أول حاجة طبعًا نزّلنا الصلصة، أنا عايزة أقول لكم إن أنا كل الdetails كانت عاجباني أوي. by the way أنا ما حطيتش الصلصة كلها، قُلت أشوف الكمية حلوة والّا لأ، بس رجعت حطيت تاني بعدين. ويالّا بينا نمِكس ونجرب أول معلقة من كشري أبو طارق. أنا عايزة أقول لكم إنه خطير. الناس اللي مش بتاكل كشري بجد أنصحكم تجربوا طبق صغير من عنده تحفة. أنا نظرًا لإن أنا عندي قولون عصبي مش باكل أصلًا كشري، فأول مرة بجد آكل من أبو طارق، بس حرفيًا الكشري خطير وإن شاء الله هاكرر التجربة. عايزة أقول لكم إن العيش ده خطير، هو fried كده وفيه توابل، وطبعًا لازم نختم بفيه كولا فخر الصناعة المصرية.